السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في شهوة عائشة. اليوم بإذن الله ما كاين لا مقدمة لا والو، مباشرة في الفيديو. هنا عندنا واحد المناسبة وبغيت نشارك معكم طريقة ديال الصابلي. خديت هنا خليط اللي عندي كبير، خديت نص كيلو ديال الزبدة مارغرين. خديت هنا 2 كيسان ديال السكر سنيده اللي رقيقه ماشي غليظه، وإلا كانت غليظه طحنوها شويه. غناخد هنا 2 كيسان ديال الزيت، ودرت رشه ديال الملحه ضروري باش لا تصحيح الذوق. غنزيد 2 فانيات و وإلا بغيتو خليط اللي هو ديال الرابعه، راه عندي في القناه حتى هي بالتفاصيل ممله وبالطريقه اللي هي زوينه والشرح اللي هو زوين. صافي هنا كما شفتوا خديت هاد الميكسور وبديت كنميكسي فيها حتى تولي بحال شكل لا كريم. كل ما خدمتوها مزيان كل ما كتجي الحلوه عاطيه وزوينه، وكتجي النتيجه زوينه، وكتجي ديك الحلوه مقرمشه وخفيفه. هنا زدت 4 البيضات. وعنبدا دخلتهم، وعاد عنبدا نزيد الطحين، وما ندلكوش الصابلي باش تعطينا نتيجه اللي هي زوينه وما تجيش ملي كنطبعوها. الا دلكتوها وخليتوها مرخوفه، راه ملي كتبغيو تطبعوا كتجيكم ناقصه على الطابع، كتنقصوا سمحوا لي كتطبعوها في شكل وكترجع لكم هي في شكل بحال اللي كتصغر الحلوى، ما كتبقاش في الحجم ديالها. ما تدلكوش الصابلي، خلطوه بالصبعان ديالكم وخليوها قاصحه شويه شاده في راسها ماشي مرخوفه. صافي هنا خليتها ارتاحت واحد شويه عاد الا ما جمعت داكشي اللي كنت كنخدم فيه، وبديت طلقتها مباشره. درت ميكا من التحت وميكا من الفوق كما شفتوا، وبديت كنطلق حتى ناخذ واحد الحجم اللي مغليظ مرقيق، ونبدا كنطبع. نتوما الطابع اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو، انا المهم عطيتكم لا باز ديال العجينه. صافي هنا الا كانت عندنا واحد شي مناسبه ما تبقاوش الشكل اللي درتوه تفينيوه، لا ديروا الشكال كاملين فينيوهم. سمحوا لي، ديروا العجينه ساليوها كامله، عاد بداو كتفينيو. وهذا الصابلي هي الخبيز ديالها في الفران. نقصوا الفران ما تملوش، نقصوا الفران مزيان، كتبقى وهذيك القرمشه اللي فيها مده اللي هي طويله وكتجي زوينه، كتجي طايبه على حقها وطريقها. صافي هنا الفقاس راه عندي في القناه، ما شاركتوش معاكم. الا بغيتوه راه بالتفاصيل والطريقه اللي هي زوينه، وما مخبيه عليكم حتى شي حاجه بجميع الاسرار ديالو. صافي هنا نبدا كنشكل في البلاطو. وهنا راه ما خصنيش ندير الفقاس عريض، خاصني نديرو في الطول ديالو، ولكن هنا البلاطو جاني كبير والشكال ما كافيينش عليها باش درتو في العرض باش يجي البلاطو داير. هو خصني نزيد شكل باش يكفاني البلاطو. صافي هنا عند هاد الشكل ديال الكروسه، هذيك الطابع اللي درتو داير. صافي خديت هنا العجينه ديال السكر ودرت هاد الكروسه اللي جات زوينه صراحه الله، حيت عندنا مناسبه اسبوع عندنا بنيه باش درت هاد اللون الغوز والبيض. صافي هنايا عملت غريبه حتى هي، راها عندي في القناه، راها كتجي رائعه وزوينه، واللي كلاها عندي كتعجبو. حتى هي عندي بالشرح ديالها بجميع اسرارها في القناه. صافي هنا كما شفتوا خديت السلوفان، بعد ما ساليت خديت السلوفان فرشته لتحت، حطيت البلاطو وسط منه، خليت واحد شويه الحاشيه درتها هكا في الجنب ديالو، وجبت مزيان ورديتها للجهه الاخرى قطعت، وبديت كنخشي في الجناب كما شفتوا نجبد ونقاد باش ما يجيش مكمش على الواجهه ديال الحلوى. صافي هنا بعد ما قادته غندير له شويه سينته من الفوق، نزيد نزينو وتزيين اللي هو خفيف وعادي. المهم بغيت نشاركه معكم وصافي. كاينه اللي كيبغي يصايب راسو في المناسبات حيت كلشي غلا، الله يحسن العون. صافي هنا كما شفتوا رديتها للقنت ورديتها على جنب وحزمتها. هنا بغيتو تزيدوا
بغيتو تزيدو السينته تعقدوها وديروها هكا بالموس بالظهر ديالو، راه تجيكم وريده زوينه. وكيتباعوا واحد الوريدات حتى هما زيدوهم، راه كيجي بلاطو عاطي وزوين. وهنا وصل الفيديو النهايه ديالو. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه، كنتمنى يعجبكم فيديو. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.